بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل البنوك المصرية خاضعة للبنوك الأمريكية في حاجات معينة؟ أيوة، هي كده فعلا. الكلام ده موجود، وهي في اتفاقيات. يعني الاتفاقية دي واحدة يعني منهم بدأ من سنة 80. والمهم يعني ان هي عاملينها علشان الناس ما تدفعش، اللي بيشتغلوا امريكان وبيشتغلوا في مصر مثلا ما يدفعوش الضريبة مرتين هنا وهناك. المشكلة مش في كده. المشكلة ان هم دلوقتي يعني بدأوا يطبقوا الكلام ده في البنوك على الناس العاديين، مش الشركات والحاجات الكبيرة والمليونيرات. انا طبق عليا الكلام ده، ولا انا مليونيرة ولا حاجة. ومن حق البنوك الأمريكية انها تحتفظ وتجمد فلوس المصريين اللي هم موجودين في مصر، واللي هم شاكين في ان هم يعني لسه ما تأكدوش اذا كانوا هم دافعين ضرايبهم ولا لا. كلام غبي فعلا. يعني الاتفاقية موجودة، ولكن التطبيق غلط. تسأل اي حد في البنك مش هيعرف، يقول لك ما اعرفش ايه اللي بيحصل، احنا بعتناهم الاداره. يا جماعه فهموا الناس. يعني زي ما انتوا كده عايزين تطبقوا الاتفاقيه، فهموا الناس. قمه اللا مبالاه.